شباب ازيكم؟ لسه مستلم ساعتي الجديدة. يلا نعملها انبوكسنج مع بعض. طبعا كتير منكم عارف ان انا اصلا بشتغل في الساعات، والساعه دي عجباني جدا من اول ما نزلت في 2021. بصوا ده جراب من القطيفه كده، بيجي مع ساعات التيسو عشان يحافظ عليها. الساعه هي بي ار اكس الاوتوماتيك موفمنت، هي بتنزل بتو فيرجن، الكورتز موفمنت والاوتوماتيك. انا كمان جبت معاها ليزر ستراب بتاعها زياده، هي اصلا السهل ان انت تفك الستراب بتاعها وتحط الستراب الجلد. الساعة بحبها جدا من أول ما نزلت، بس طبعا سعرها في مصر كان غالي، ولكن أنا عشان ليا شوية كونكشنز بره عشان أنا بشتغل في الساعات، فقدرت أحصل عليها بسعر أحسن من هنا الحمد لله. ولسه واصلة حالا، كانت متأخرة بقالها شهور في الشحن. اللحظة دي بقى بحبها جدا جدا جدا. بصوا التأشير دي أحلى حاجة. من الحاجات طبعا اللي عجبتني في الساعة دي وعجبت كل محبي الساعات في العالم، هي انها شبه ساعات غالية زي الباتيك فيليب النوتلس وزي الرويال اوك. وفي نفس الوقت سعرها حلو جدا، بعيد طبعا عن اسعار الساعات التانية دي خالص. ربنا يوعدنا ان شاء الله ونجيبها اوريجينال، ولكن هي دي حلوة جدا دلوقتي، شياكة قوي. لا فعلا تيسو بصراحة ابدعوا في الساعة دي جدا جدا، وطالعة تحفة يا جماعة. وعلى الحقيقة كمان لما لبستها، لا خطيرة. طبعا هي عايزة تتضيق، بس كده اتضيقت كله تمام، ظبطت جدا. نجرب كمان الاستراب الجلد كده عليها، اعتقد هيبقى شكله حلو. اوبا، جامدة جدا بالاستراب الجلد يا جماعة. هو باين ان هو اسود، بس هو اصلا لونه كحلي، بس بالليل هيبان ان هو اسود. ودي ميزة عجباني في الساعة، انها بتبان انها كحلي او اسود في نفس الوقت. ممكن اجيب لها واحد تاني استراب اسود برضو. الحقيقة انا كنت جايب قطعة زيادة، ولكن وقت تصوير الفيديو ده كانت القطعة الزيادة اتباعت. بس نحاول نجيب مرة تانية عشان لو حد تاني عاوز. اشوفكم في الفيديو جديد. سلام.